يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ويلا بينا. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع ليندا اللي سهرانة في بيت صديقتها سارة، وبيبقى قدامهم صندوق فيه مقتنيات والدة سارة اللي ماتت قريب، وبيلاقي في الصندوق كاميرا صور فورية وهو نوع من الكاميرات اللي بتصور الصورة وبتتحمض في نفس اللحظة، وبتخرج الصورة من الكاميرا، وبتقرر سارة إنها عاوزة تتصور بيها وتبعتها لحبيبها عشان يبقى هو الوحيد اللي معاه نسخة منها. فبتصورها ليندا بالكاميرا، ولحظة التصوير بيظهر ديل وبيختفي فورا، ولأن الوقت اتأخر بتمشي ليندا وبترجع على بيتها، وبعدها بتنزل سارة عشان تقفل باب بيتها، وبتسمع صوت جاي من الكاميرا، وأول ما بتمسكها الصوت بيختفي، وبتبص في الصورة بتلاقي خيال واقف وراها، وفجأة النور بيتقطع وبتحس بحركة في البيت، وبترجع تنادي على ليندا لأنها فاكراها بتعمل مقلب فيها، وبتلاقي كرة صغيرة واقعة من المخزن اللي في السقف، بتطلع على السلم عشان تعرف مين اللي رماها، وبيقع السلم اللي طلعت عليه بدون سبب، وبتلاقي شبح مخيف مسك ايديها فبترجع بظهرها وبتقع من الفتحة، وقبل ما تلمس الأرض بتتسحب لفوق وبتنزل مقتولة. وبعدها بنروح على بيرد، بنت في مدرسة الثانوي بتحب التصوير جدا، وبتحاول انها تصور زميل لها معجبة بيه، وبتكون شغالة في محل خردوات وتصليح أجهزة قديمة لأنها بتحب المقتنيات القديمة، وبيجي لها زميلها تايلر وبيقول لها إنه لقى كاميرا قديمة بتتباع في مزاد وجابها لها، وبتبقى مبسوطة جدا بيها لأنها عارفة إن الكاميرا دي من السبعينيات وما بقتش تتصنع دلوقتي، وبتلاقي محفورة على الكاميرا حروف الملك القديم بتاعها، وبتجربها على تايلر وبتشوفها هتصور ولا لا، وبيبقى أول صورة تاخدها بالكاميرا لتايلر زميلها، وبيحاول بعدها إنه يقرب من بيرد لكنها بتتجنبه وبتسيبه وبتمشي، فبيجري وراها عشان يديها شنطة الكاميرا، وبتبقى صورة سارة موجودة في الصندوق من غير ما بيرد تاخد بالها لكنه ما بيلحقهاش، وبتتحرك بيرد على بيتها ومعاها كاميرتها الجديدة، وبتبقى عايزة تصور الكلب بتاعها لكنه بيبان عليه الخوف، لحد ما بتيجي كيسي صاحبة بيرد عشان تقنعها انها تيجي معاها الحفلة التنكرية اللي هتتعمل بالليل، وانها مجهزة ليها لبس عشان تلبسه وهتيجي معاها بالعافية، وبتلبس بيرد لبس زي الرداء الأحمر، وبتروح على الحفلة ومعاها الكاميرا بتاعتها، وبيبقى تايلر في نفس الوقت بيقفل المحل عشان يمشي، وبيلاقي مدير المحل سايب له صور عشان يشغلها على جهاز العرض ويشوفها شغالة ولا لا، وبيجربها على الجهاز وبيلاقي فيه خيال موجود في كل الصور، وبيفكر ان في حد ورا الستاير اللي هو حاططها، ولما بيرمي الستاره على الارض عشان يضرب اللي وراها ما بيلاقيش حد وبيفتكر ان العيب من الجهاز نفسه، ولكن بتبدا الستاره انها تترفع في الهواء وبتهجم على تايلور وبتقتله، وبيبقى بيرد وصلت الحفله وبتحاول انها تتاقلم مع الموجودين وده عكس شخصيتها تماما، وبتبقى صاحبه الحفله متنكره في ساحره، وبتطلب من بيرد انها تسحب بطاقه من بطاقات الترول بتاعتها، وبتسحب بيرد ورقه وبتدل على الموت، فبتقلق من حظها وبتبقى مش عارفه حد في الحفله لحد ما بتلاقي واحد لابس قناع مخيف وباصص لها، وبيقرب منها وبيطلع كونر زميلها اللي هي معجبه بيه، وبياخد باله من الكاميرا اللي في شنطتها، فبتقول له انها كاميرا قديمه وفريده جدا وشايلها لانها بتحب التصوير، واثناء كلامها بيجي ديفن وحبيبته مينا وبيطلبوا من كورا انه يتصور معاهم سيلفي، فبتعرض عليهم بيرد انها هتصورهم بالكاميرا بتاعتها، وقبل ما بتصورهم بتنضم ليهم كيسي هي كمان، وبيبقوا 4 أفراد في الصوره لحظه التصوير، وبتشوف بيرد خيال اسود واقف ورا كونر، فبتستغرب وبتستنى تشوف الصوره وهي طالعه من الكاميرا، وبتبقى الصوره حلوه وما فيهاش حاجه، وبتيجي ايفري صاحبه الحفله وبتدعي انهم اتصوروا من غيرها، فبتاخد كاميرا بيرد وبتصور نفسها بيها، وقبل ما تشوف صورتها بتسمع حد من الضيوف بينادي لها لان البوليس طالب صاحبه البيت، وبعدها بينادوا بيرد لان البوليس بيدور عليها، وبتروح معاهم لمركز الشرطه، وبيكون المأمور هو المكلف انه يبلغها بموت زميلها تايلر، ولو كانت تعرف اي حد بيكره تايلر او عنده عداوه معاه تبلغه فورا، وبتيجي والدتها عشان تاخد بيرد وهي بتعيط على موت زميلها، وبتفضل حزينه على موته وهي في اوضتها، وبتاخد بالها من الخيال اللي كان في صوره تايلور اللي اختفى واتنقل لصوره ايفري، وبتفكر انها تتصل بيها عشان تطمن عليها، لكن بتشوف ان الموضوع مش مستاهل وبتنام، وبتبقى ايفري في بيتها وبتشيل كل حاجه خاصه بالحفله وبتنزلها للبدروم البيت، وبتحس بخطوات في بيتها، وبتطلع تدور على اللي لسه موجود في بيتها مع ان الحفله خلصت خلاص، وبتكون حاطه تمثالين عند الشباك في الضلمه، ولكن بتلاقيهم بقوا 3 تماثيل، وفجاه شبح مخيف بيجري ناحيتها وبتحاول انها تهرب منه، ولكن بتدخل في كشاف بيتها وبتقع على الارض وبيهجم عليها الشبح وبيقتلها، وبتصحى بيرد تاني يوم عشان تروح مدرستها، وبتلاقي كيسي اتصلت عليها عشان تبلغها بخبر موت ايفري صاحبتها، فبتجري بيرد على الصور وبتلاقي فعلا ان الخيال اختفى من صوره ايفري واتنقل للصوره الجماعيه بتاعت صحابها وبقى واقف ورا كونر، وبتفهم ان الكاميرا هي السبب، ولما بتحاول تدمرها بتطلع طاقه قويه جدا بتوقعها على الارض والكاميرا ما بتتاثرش، وبتروح فورا على المدرسه وبتجمع صحابها عشان تحكي لهم على اللي حصل، وان الكاميرا هي اللي بتقتل اي حد بيتصور بيها بالترتيب، وان اول واحد مات هو تايلر وبعدها ايفري، والدور على واحد فيهم المره الجايه او كلهم مره واحده، ولكن محدش بيصدقها وبيتريق ديفن عليها انها كاميرا سحريه وبتقتل اي حد يتصور بيها، وبياخد الصور منها عشان يحرقها، واول ما النار بتوصل لدراع مينا في الصوره بيتحرق دراعها في الحقيقه وما بيقدروش يطفوها الا لما بيطفوا الصوره الاول، وبترجع الصوره لطبيعتها من تاني، وبيتم نقل مينا للمستشفى فورا عشان تتعالج من الحرق اللي في دراعها، وبيقعدوا كلهم عشان يفهموا ازاي حياتهم بقت مرتبطه بصوره، وبتقول لهم بيرد ان تايلر قبل موته جاب لها الكاميرا هديه من موقع بيع وكان معاه شنطه وبس، فبيسالوها عن مكان الشنطه يمكن يكون فيها حاجه تساعدهم، فبترجع انها تروح لمحل المقتنيات اللي تايلور اتقتل فيه عشان تدور على الشنطه، وبتدخل لوحدها وبتقدر توصل للشنطه بتاعه الكاميرا، فبتحس بحركه حواليها فبتهرب من المكان اللي دخلت منه، ولكن بتقع على الارض وبتلاقي ان الخيال بيقرب منها لكنه بيتاثر بالحراره اللي خارجه من الدفايه، وبتاخد بيرد بالها من اللي حصل له وبتكمل هروب من المكان، واثناء خروجها الشال الملفوف على رقبتها بيشبك في مسمار،
فبتقلعه وبتجري على كونر وبيتحركوا بعربيته وبتستغرب من الشبح انه بيطاردها. فبيقول لها كونر للاسف ظاهره معاهم في نفس الصوره والسبب انعكاس صورتها من الشباك اللي كان وراهم وانها متعرضه لنفس الخطر اللي متعرضين له. وبتتصل فورا بديفن عشان تبلغه باللي حصل وبيكون سايب تليفونه في اوضه مينا فبترد عليها وبتبلغها بيرد باللي شافته علشان ما يبقوش لوحدهم ابدا. واول ما بتقفل التليفون بيظلها الشبح قدامها وبيقتلها. وبيرجع ديفن من تاني عشان يطمن عليها بيلاقيها مشنوقه قدامه وبيبان انها انتحار. وبتبقى بيرد وكونر وصلوا للمستشفى وبيعرفوا اللي حصل وبيتخانق ديفن مع بيرد لانها هي السبب في اللي حصل لهم والكاميرا بتاعتها. وبتعيط بيرد وبتروح لمكان لوحدها وبيجي لها كونر عشان يقول لها ان الذنب مش ذنبها ولكنها بتقول له ان دايما هي السبب حتى في موت والدها وانها كانت سبب في انها خلته ياخد طريق معين عشان يوديها الحفله اللي هي كانت عايزاها وحصلت لهم حادثه ومات فيها وان لو كان موجود معاها كان هيدور على سبب اللي بيحصل. وبتقرر ان مفيش وقت للعياط دلوقتي وبتقلب شنطه الكاميرا عشان تشوف اللي فيها وبتلاقي ورا في الشنطه ان الكاميرا كانت دليل على جريمه قتل حصلت سنه 1474. فبيدوروا في ارشيف المدينه على اي خبر لجريمه قتل حصلت سنه 1474 لحد ما بيوصلوا الخبر خطف وقتل 3 اطفال من مدرس تصوير وان اسم المدرس هو نفس اول 3 حروف من المحفورين على الكاميرا وان الخاطف كان مريض لدرجه انه كان بيحب يصور الاطفال وهو بيعذبهم بالكاميرا بتاعته. وبتقابل بيرد اصحابها عشان تحكي لهم على اللي هي وصلت له وبتقول لهم ان الشبح ده طاردها في المحل ولكن اول ما وصل للحراره اتاثر بيها زيه زي الصور بالظبط وان الحراره بتشوش الصوره وما بتحمضش الا في الضلمه بس وده نفس اللي الشبح بيعمله. وبيفقد ديفن اعصابه وبيقرر هو ياخد الكاميرا عشان يكسرها وبيحاول كونر انه يهديه عشان التصرف ده مش هيساعدهم ولكن للاسف بيدوسوا هما الاثنين على زرار التصوير بالغلط وبتطلع صوره لديفن لوحده. وساعتها بيبص في الصوره وبيلاقوا ان الخيال ساب صورته الجماعيه واتنقل لصوره ديفن لوحده عشان يبقى الدور عليه. وبيمسك ديفن الكاميرا تاني وبيهدده من اللي هيحاول يقرب منه هيصوره وهيبقى الدور عليه. وبيقرر ان هو يصور بيرد الاول عشان هي السبب في كل اللي بيحصل ولكن كيسي بتمسك صوره ديفن وبتغرز قلم في الصوره ناحيه ايد ديفن وبالتالي ديفن ايده بتتاثر في الحقيقه وبتقع منه الكاميرا. وبيتعصب اكتر بيحاول الشرطه انه يهديه لكنه بيضربه بالغلط فبيقضي الليله دي في السجن لوحده. وبتحاول بيرد انها تشرح للمأمور اللي بيحصل عشان يساعدهم ويخرج ديفن من السجن ولكنه طبعا ما بيصدقهمش لان مفيش حاجه اسمها شبح عايش جوه كاميرا وبيرفضوا انه يسمع اي حاجه منهم ويبلغهم انهم ينسوا الكلام اللي قالوه نهائي وما يقربوش من البيت اللي كان القاتل عايش فيه. ولكنهم بيطلعوا من المركز وبيتحركوا على بيت القاتل عشان يقابلوا مراته اللي غيرت اسمها عشان تقدر تعيش في المدينه. وبيروح على البيت وبتسمح لهم الست انهم يتكلموا معاها بعد ما بتشوف الكاميرا معاهم وبتقول لهم ان الكاميرا دي مش بتاعه جوزها وانما بتاعه دربكه بنتها. وفي نفس الوقت النور قطع في المركز وظهر شبح عنده عشان يقتله وبيقدر ان هو يدخل لديفن الزنزانه وبيخلص عليه هو كمان. وبتكون الست بتحكي لهم عن بنتها دربكه وانها كانت بنت جميله جدا وانها كانت ما بتحبش تخرج من البيت لحد ما جابوا لها الكاميرا هديه ليها واتعلقت بيها جدا وبقت بتاخدها في كل مكان تروحه. وبقت بتواجه تنمر في مدرستها اكتر من الاول بسبب الكاميرا اللي كانت دايما معاها لحد ما في يوم في 4 اطفال خدعوها وخلوها تخرج معاهم وشربوها وخلوها سيكريت وصوروها بالكاميرا بتاعتها وشوهوا سمعتها وتاني يوم نشروها في المدرسه وكانوا السبب في انها انتحرت ونهت حياتها لحد ما الصور وصلت لوالدها مدرس التصوير وخلوهم يتعذبوا وصورهم زي ما عملوا مع بنته وقتلهم لحد ما الشرطه هجمت عليه في معمل المدرسه وضربته بالنار فوقع في حوض التحميط ومعاه الكاميرا واتكهرب لحد ما مات وهو ماسك الكاميرا في ايده. وبالرغم من محاولته لقتل ال4 الا ان في واحد منهم ما لحقش ان هو يقتله وبتديلهم صوره الطالب اللي ما ماتش وبياخدوا الصوره عشان يروحوا ارشيف المدرسه ويعرفوا هو مين الطالب اللي فاضل وبموته الشبح مش هيكمل قتل. وبيكتشفوا ان الرابع هو يبقى المأمور واللي طلب منهم ان هم يبعدوا عن القاتل وبيتفاجئوا ان المأمور نفسه بيراقبهم واقف وراهم ومعاه كيسي اللي كانت بتعمل لهم الطريق بره وبيقول لهم انهم اقتحموا المدرسه وممكن يحبسهم. فبياخد كونر الكاميرا بسرعه عشان يصور المأمور وينهي جرائم القتل اللي بتحصل لهم وبيقول لهم المأمور ان القصه كلها كذب وان ابو ريبيكا كان مريض نفسي وبيصور ريبيكا صور فاتحه. ولما عرفوا حاولوا انهم ينقذوها وبيقدموا الصور للشرطه ولكن ساعتها ابوها شافهم وقرر ان هو لازم يقتلهم قبل ما السيره تتفضح وقتل 3 منهم وكان هو الرابع والشرطه جت انقذته. ولكن ريبيكا ما قدرتش انها تعيش بذنب انها السبب في موت صحابها وانتحرت. ولو مش مصدقين كلامي دوروا في الارشيف وهتلاقوا ان تاريخ انتحار ريبيكا كان بعد موت ال3. وبعد ما بيخلص كلامه بيبدا نور المدرسه يطفي بسبب ان الشبح قرب لان كونر كان صور المأمور خلاص بالكاميرا وبيجي الشبح بيمسك الصوره وبيقطعها نصين وبالتالي المأمور بيتقسم نصين قدامهم وبيموت. وبيكمل الشبح مطارده ليهم فبتهرب بيرد وكيسي ناحيه الحمام وبتشغل الميه السخنه عشان البخار يمنع الشبح من لمسهم وبينجحوا فعلا ان هم يخلوه يسيبهم مؤقتا. وبتخرج بيرد عشان تدور على كونر وبتقول له ان جالها فكره بس لازم يبقى معاها الكاميرا وبيروحوا ياخدوها من على الارض وبيخلوا الشبح يطاردها لحد معمل تحميض المدرسه وبيمسكها الشبح عشان يقتلها لكنها بتصوره وفجاه بتولع في الصوره وبتقدر انها تقتله لحد ما بيختفي من قدامها. وبتروح بيرد عشان تطمن على كونر وكيسي انهم كويسين وبعدها بترمي الكاميرا في الميه وبتتخلص منها للابد. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده ومش هوصيك بقى لو اول مره تشوف افلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد وما تنسوش تشتركوا في صفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا اول باول. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.